السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل وصفة كوسة جميلة جدا، مختلفة وسهلة وبسيطة في مكوناتها ومفيش اي تكلفة خالص. تعالوا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. يا رب اللي يشوف قناتي لأول مرة يشترك فيها، وإن شاء الله تعجبكم القناة وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حاجات جديدة لأول مرة إن شاء الله تكون هتشوفوها وتعجبكم وتنول إعجاب الجميع يا رب. اللي مشتركش يشترك كده وتكبر القناة بيكم ونكبر مع بعض إن شاء الله. بشكر كل المشتركين الجدد، ربنا يحفظهم ويسعدهم، والمشتركين اللي معايا من زمان من أول ما بدأت ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. كلكم حبايب قلبي وربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني باشتراككم وبمشاهدتكم لقناتي. معايا نص كيلو كوسة، هقطعها زي ما انتوا شفتوا كده نصين، وبعد كده هعملها من الجنب بالطول من الجنبين، واعملها من النص زي ما شفتوا كده بالظبط، عشان لما نيجي نخلي القلب يبقى سهل معانا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هكملها انا بقى مع نفسي وهتشوفوها زي دهنا الصينية بالزيت بورق الزبدة بالزيت، رسناها في الصينية زي ما شفتوا كده ودخلتها الفرن عشان تستوي. يعني مش هنخليها تستوي قوي، يعني عشان تكمل سوا تاني مع الحاجات اللي هنضيفها عليها. معايا الخضار اللي شفتوه دوت، فلفل الوان وفلفل، يعني حطي انواع الفلفل اللي عندك كلها، اصفر احمر اخضر، قطعي وحطي يعني على قد الكمية اللي انت عايز تعمليها. عايز تضعفي الكمية ضعفي، عايزة تقللي قللي براحتك. يعني ده نص كيلو ما ينفعش يعني اقل من كده. بصراحة الوصفة جميلة وهتعجبكم. معايا حبة طماطم كمان، هحشي القلب بتاعها وهقطعها برضو زي ما قطعت الفلفل. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده هقطعها وهضيفها على باقي الفلفل والحاجات التانية، كل اللي تقطع فلفل طبعا. معايا شوية من البقدونس كده وشوية معاهم من عيدان الشبت، قطعتهم وركنتهم على جنب. برضو معايا برضو ناخد شوية من ورق الريحان، لو مش عندك ريحان حطي زعتر عادي مفيش مشكلة، الموجود عندك. مش عندك ده ولا ده وعايز تستغني عنه برضو مش في اي مشكلة خالص. قطعت الريحان وهضيفه على البقدونس والشبت هنحتاجه هناخده منه. معايا جزرية مبشورة مش كبيرة، يعني بشرتها ناعم كده، هنزل بها على حوالي معلقتين زيت مش كتير، يعني عشان الوصفة دي وصفة صحية وصفة خضار للناس النباتيين اللي ما في ناس ما بتحبش اللحوم او ما بتاكلش اللحوم نهائي، يعني بتاكل النباتات بس الخضروات بس. فتعجبكم يا رب ان شاء الله. يعني حوالي 3 دقايق او دقيقتين استنيت على الجزرة كده شوية بس، وحطيت عليها بقى الفلفل بأنواعه والطماطم، أقلبهم شوية بس يتبلوا كده وما بياخدوش تسوية كتير يعني. كل الموضوع 3 دقايق برضه. كانت الكوسة استوت في الفرن وخرجتها. هنشيل بقى القلب بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، وهضيفه على الخلطة اللي عملتها قبل كده. زي ما انتوا شايفين كده هنشيلها بالراحة كده عشان هي خلاص مقربة تستوي يعني. انا ما سبتهاش تستوي اكتر من كده عشان لسه هتتحط في الفرن تاني. زي ما انتوا شايفين كده بالراحة بنشيل القلب وبننزله على الخضار اللي قبل كده. سهلة وبسيطة جدا ومش فيها اي تكلفة، وان شاء الله تعجبكم يا رب. قلبنا الخضار كله مع بعض وقلب الكوسة اللي خرجناه منها بنقلبها كده وهنحشيها، هنحشي الكوسة بيها. هنرش كمان رشة جبنة
رومي طازة خفيفة كده 2 بس. عايزين تحطوا جبنة كريمي حطوا، عايزين تحطوا اي نوع تاني حطوه، بس دي طعمها جميل وكويسة يعني براحتكم يعني. ممكن تضيفوا حاجة تشيلوا حاجة مش عايزين تضيفوها مش هتضيفوها. شوية من الخضار البقدونس والشبت والريحان وقلبناهم وهنحشيها بالطريقة ديت. نحط الحشو عليها كده ونظبطها كويس ونرصها في الصينية كلها. هنحشيها كلها بنفس الطريقة كده. خلصتها كلها زي ما انتوا شايفين كده، هو نص كيلو مش اكتر. اللي عايزين بقى تزودوا زودوا، مش في اي مشكلة خالص، كل واحد يعمل اللي يناسبه. وهرش عليها رشة جبنة كده برضو على الوش. انا حاطه رشة خفيفة كده، عايزين تزودوا اكتر براحتكم، كل واحد حسب امكانياته، مش في مشكلة يعني. شايفين هي بعد ما حطيت عليها الجبنة هي ما شاء الله شكلها جميل وطعمها اجمل. شوفوها بعد ما تخرج من الفرن او شفتوها في الاول. معايا هنعمل بقى الصوص كده بالمايونيز والزبادي. خيارة معايا كده هبشرها ناعم زي ما هتشوفوا على الناحية الناعمة خالص، وشوية بقدونس الباقيين والريحان والشبت هنزل بيهم، ومعلقة كبيرة من المايونيز وهنضيفهم على الخيار، وهنضيف الزبادي. معايا 2 من الزبادي، عايزة اضيف على قد ال- العدد اللي عندك يعني، الأكيلة اللي هتاكل تعملي الصوص دوت. انا هضيف 2 من الزبادي لانه بيعجب الاولاد فعلا وقيمته الغذائيه عاليه. طبعا خضروات وزبادي وكلها حاجات مفيده وصحيه جدا بصراحه، وصفه صحيه 100%، ما فيهاش زيوت كتير، ما فيهاش حاجات كتير دهون يعني. فص الثوم مفروم، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهنضيف كمان رشه ملح خفيفه كده، وكمان ربع معلقه فلفل اسمر، حاجه خفيفه برضو. طبعا حسب رغبتك الحاجات ديت، مش مشكلة خالص لو مش عايزة تضيفيها، عايزة تضيفي ملح بس ما فيش مشكلة. قلبناهم كويس زي ما انتوا شايفين، نغرفهم في الأطباق. وألف هنا وشفا اللي يعمل الوصفة ديت ويجربها كده، ما شاء الله جميلة جدا. يا رب تعجبكم إن شاء الله.